مرة في انتخابات نقابة المعلمين بلجنتي الشرق والضواحي. ومن بورسعيد ينضم إلينا الصحفي أحمد الجمال. أحمد، أهلا بك. بداية، ما هي أهم مشاهداتك حول انتخابات نقابة المعلمين في بورسعيد؟ نعم، حقق الإخوان المسلمون نجاحا كبيرا لأول مرة في انتخابات نقابة المعلمين بلجنتي الشرق والعرب، وأضيف لهم مؤخرا الضواحي منذ ساعات بعد أن أعيدت عملية الفرز من جديد ببورسعيد. وكان ذلك بعد إلغاء إجراء الانتخابات في 3 لجان أخرى، وهي بورفؤاد والمناخ والزهور، بسبب صدور حكم من القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية بذلك. وماذا عن بقية اللجان بالمحافظة أحمد؟ بقية اللجان ألغي الانتخابات بها بسبب صدور حكم من القضاء الإداري بالمنصورة في 28 يوليو الماضي بإلغاء الانتخابات، بعدما أقام أحد المعلمين دعوى قضائية ببطلان هذه الانتخابات في ال4 لجان، لأنه وفقا لما قال أن لائحة النقابة لا تصلح لإجراء الانتخابات في شهر 9، ولكنها إذا حلت انتخابات النقابة تجرى الانتخابات في شهر فبراير من كل عام. شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من بورسعيد إلى دمياط، حيث